فيلم النهارده بالذات لو قلبك ضعيف انا اللي بقولك اقفل الفيديو وما تكملش، لان ده من اغرب الحاجات اللي انا لخصتها قبل كده. بيبدا الفيلم بولد صغير وبيصحى على صوت غريب وكان جاي من اوضه والدته، فبينزل رجله لتحت وبيروح بالراحه ناحيه اوضته، بس لما بيوصل ما بيسمعش حاجه، فبيرجع على الصاله وهو قلقان وبياخد باله ان التلفزيون شغال بس ما كانش على اي قناه، فبيطفيه وكان هيمشي خلاص، بس فجاه بيشوف نور احمر جاي من اوضه تانية في البيت، والاوضه دي كانت فاضيه، ومن غير ما يفكر بيجري على اوضه مامته وهو خايف وبيخبط عليها وهو بيصرخ عشان تفتح له، وبيظهر ايد غالبيه صوابعها مقطوعه وبتتمد ناحيته بالراحه. وبعدها بنروح على المدينه وبنشوف واحد كان بيمشي بالراحه وكان شكله غريب وكان شايل جردل في ايده فيه لحمه نيه، وبنشوف بعدها 5 ضباط شرطه قاعدين في مطعم، وطبعا ده بعد يوم شغل طويل. فبعدها بنشوف الراجل بيمشي ناحيه المطعم وبيدي الجردل للعامل اللي هناك، فبياخده منه وبيطلع اللحمه منه وبيقطع اللحمه وبيجهزها، وبنرجع لضباط الشرطه واللي بينادي على صاحبهم عشان يجي ويقعد معاهم، بس بيقول لهم انه مصدع ومش عايز يقعد معاهم، فالباقيين بيكملوا كلام ولعب. بنشوف ياريل وهو بيحكي قصه عن واحده كان يعرفها اللي اكتشف ان هي راجل بعدين، وايريك كان بيتريق على كلامه، فبيضحكوا كلهم مع بعض على القصه دي. فالموظف بيجيب لهم الاكل اللي طلبوه وبيقف حبه وبيضحك معاهم، بس ياريل بيحرجه بسبب انه اتطفل وبدا يمسك فيه في نص المطعم، وديمتري فجاه بطنه وجعته وبيرجع في الحمام وهو تعبان وبيظبط شعره بعدها لانه حس انه عيان، بس بيلاقي ضفدع جنب الحوض، والظباط وقتها كانوا ماشيين من المطعم، وياريل سمع العامل بيبرطم بالكلام، فبيرجع للعامل وهو متعصب، وطبعا كلهم زهقوا من ده. فجه واحد من المكان اللي كان زهقان بيقول له اضربه وخلصنا من القصه دي، وياريل بيضربه وهو موقعه على الارض، وديمتري كان بيبص على نفسه في المرايه قبل ما يبدا يصرخ، فباقي الظباط اتخضوا وبيجروا عليه في الحمام. وبعدها بحبه ويل بيقول لهم ديمتري قرب يلسع خلاص، وديمتري بيخرج بعدها كأن مفيش اي حاجه حصلت معاه، وبيقول لهم انه كمان هيسوق العربيه، فبيسوق العربيه بعدها وبيمشي بيهم، وديمتري كان عرقان جدا بسبب اللي حصل، فبيشغل الراديو وبيبداوا يغنوا هما الثلاثه وبيهيصوا في العربيه عشان يفصلوا من اللي حصل وعشان يطلعوا ديمتري من المود، بس كل ده بيتقاطع لما بيجي له مكالمه من الاسم، وكانت المكالمه دي طلب دعم في مكان، فويل بيرد وبيقول له احنا جايين في الطريق، وديمتري قال لهم انه عارف الطريق كويس وقال لهم ان كان ليه ذكريات هناك بشعه، ويل قال لهم ان المكان هناك مسكون ومش طبيعي، وبيكملوا طريقهم عشان يكتشفوا ان هم تاهوا في الطريق واللاسلكي شرطه اتقطعت عنهم، وديمتري بيقول لهم كأن الطريق اتغير انا معرفش ايه اللي حصل، وفجاه بيشوف واحد غرقان دم وواقف في الطريق، فبينزل ويقول لهم على اللي شافه، بس محدش شاف ده غيره، فبينادي عليه وبيقول له اظهر، وبيسمعوا صوت خربشه غريب على العربيه، ولما بينزلوا بيلاقوا في خرابيش عليها، واستغربوا كلهم من ايه اللي حصل، والمرعب بعدها ان هم بيلاقوا ضفادع فوق بعضيها، فبيفهموا ان هم المفروض يمشوا من المكان وبيكملوا طريقهم، وياريال بيسال ديمتري انت شفت ايه، وديمتري سكت وما ردش، بس بيلاقوا شخص قدامهم وبيخبطوه والعربيه بتخرج عن السيطره وبتتقلب بيهم هم الثلاثه في البحيره، وايريك بنشوفه وهو قاعد مع راندي، وباقي الظباط بيتفرجوا على التلفزيون، وايريك بيقول له ان اهله دمروا حياته بخلاف ان والده كان قاسي عليه جدا، بيقرب لراندي وبيقول له هقول لك سر، فبيقول له ان صاحبه كون قال له انه شاف روح والدته وهي بتطلع من جسمها، ومن وقتها عملوا اتفاق ان اللي يموت الاول يظهر للتاني عشان يطمنه، ومن يومها ما شافوش بعض تاني. وفي نفس اليوم ايريك ما كانش عارف ينام، ولما نام حلم بانه كان واقف وسط ناس كتير وكون طلع من وسطهم وقال له ما تخافش انا جنبك، وبعدها بيصحى من النوم وبيسمع صوت جاي من اوضه والدته، ولما راح يشوفه الصوت فجاه سكت، فبعدها راح على الصاله ولقى التلفزيون شغال، ولما طفاه حس بحاجه واقفه وراه وشاف كون وجري على اوضه مامته وخبط على الباب، بس بعدها بيصحى وفهم انه كان بيحلم حلمين في بعض، بس بعدها وكان في نفس اليوم عرف ان كون اتوفى في حادثه في اليوم بتاع الحلم، وانه من وقتها كان بيحلم بنفس الحلم كل يوم وما بقاش قادر يفرق بين الحلم والحقيقه، وقال له ان اهله توفوا في حادثه بعدها بفتره قصيره وخاله اللي رباه، فبيرجع ايريك يقول له عايز اسالك سؤال، انت شايف حد غيرنا في المطعم دلوقتي، وديمتري بيقول له الحفله وهو مبتسم، ولما بيبص ما كانش فيه حد في المكان وحتى الظباط اللي كانوا في المكان مشيوا، وديمتري بياخد باله من ان في حد واقف ورا، فراندي بيقول له انا كنت فاكر ان انا بس اللي بقدر اشوف الحاجات دي، وبعدها دم بينزل من السقف وبيغرق الترابيزه ونفس الايد بتقرب لهم، وديمتري بيقع على الارض بس بيلاقي نفسه بيغرق في ميه، وايد بتقرب ناحيته بالراحه وبتسحبه، وبيفوق بعدها عند الشلال، وده بيكون بعد الحادثه اللي حصلت، وبيساعدوه عشان يقوم على رجله، بس العربيه غرقت في الميه، فبيظهر ناس عشان يساعدوهم وبيبصوا على الطريق وبيدوروا على الراجل اللي خبطوه، بس اتصدموا لما عرفوا انه اختفى، وبيشوفوا بعدها ناس واقفه معاهم بتبص لهم بطريقه غريبه اللي كانوا بيشيلوا الضفادع وبيجمعوها، فراندي بيسالهم احنا فين، فبيقول له انسانيا، وبنعرف ان ده المكان اللي كانوا رايحينه، فبيقرروا يكملوا طريقهم وبيطلبوا المساعده من السكان في طريقهم، وبيلاقوا مبنى مهجور وعربيه شرطه واقفه بره، فبيقول لهم ان المبنى ده كان اسم شرطه وده من عقود فاتت بس دلوقتي هو فاضي، فديمتري بيقفل عينه وحس بحاجه حواليه، وراندي بيقول له انت اللي تقدر تساعدنا في مكان زي ده، فالظباط بيدخلوا المبنى وديمتري كان بيحاول يطلب الدعم من عربيه الشرطه، فبيروح بعدها مع الباقيين وبيدخلوا جوه المبنى، بس بيلاقوا المكان غريب ومهجور وما كانش مريح وبارد، وبيلاقوا حاجات متعلقه جوه واللي كان عليها لحمه نيه، وبيسمعوا صوت تخبيط ما بيقفش، فبيروحوا عشان يشوفوا مصدر الصوت، وراندي بيقرب وبينور في الضلمه، ولما بيقربوا بيلاقوا ظابط يعرفوه من فرقه تانية واقف وكان بيخبط دماغه على الحيط، والظباط حاولوا يتواصلوا معاه بس ما كانش بيرد وكان مصدوم، وكان بيشاور بايده على باب حديد، فبياخدوه بيخرجوه بره المبنى لانه كان متصاب، والباقيين بيفتحوا الباب اللي شاور عليه اللي لقوا فيه ادوار كتير تحت، وياريل قال لهم انا مش نازل تحت مهما حصل، بس بيقنعوه بينزل تحت معاهم، وبنشوف بعدها ديمتري اللي كان بيستكشف المبنى لوحده بس بيلاقي اوضه غريبه وبيدخلها لوحده وهو قلقان، وبيلاقي
واحده غرقانه دم وواحد تاني كان بيتجوزها والموضوع كان مريض، فبيلف وراه وبيلاقي ناس كتير غرقانه دم وواحد كان متكتف بس ما كانش لوحده، وفجاه كلهم بيجروا ناحيته وبيوقعوه على الارض وبيسحبوه، وبنرجع للباقيين وهم نازلين تحت اللي حسوا ان هم المفروض ما ينزلوش لتحت، وبيقربوا ببطء وبيلاقوا شمع متولع وحاجات غريبه متعلقه على الحيطه، وبنفهم ان في حاجه كانت بتحصل في المكان ده بخلاف الدم اللي على الحيطان والنقوشات الغريبه اللي كانت في كل مكان. ويل بيلاقي جثث متعلقه في المكان كله وقفص فيه بنت متوفيه جوه، وايريك بيشوف جثث برضه في اوضه تانية وبيتصدم وبيلاقي واحده بتاكل جثه متحلله، واحده تانية كانت بتعمل زيها بالظبط، فبيمشي بالراحه وهو خايف، وويل كان بيمشي برضه بالراحه وهو مرعوب، بس بيظهر واحد وبيضربه بفاس على دماغه، وياريل بيصرخ من اللي شافه، وطبعا الباقيين بياخدوا بالهم منه فبيجروا كلهم بره المكان، بس الكائنات دي كانت بتزحف وراهم على ايديهم ورجليهم، بس ياريل ما كانش محظوظ لانهم قدروا يسحبوه، والباقيين بيجروا وبيدخلوا مكان ضلمه وتاهوا كلهم عن بعض، يعني كل واحد بقى لوحده. وايريك بيشوف نفسه وهو في بيت اهله وبيشوف نفسه وهو صغير وبينادي على نفسه بس ما ردش عليه، فايد بتتمد ناحيته بالراحه وبتاخده لجوه والباب بعدها بيتقفل، وايريك بيفوق بعدها وبيلاقي الباقيين متكتفين ومتعلقين وحواليهم كائنات غريبه، وبنفهم ان هم بيجهزوا لطقوس هيعملوها في المكان، وبعدها بنشوف واحد تاني اسمه الاب بينزل من على السلم وبيقرب ناحيتهم بالراحه، والباقيين كانوا على الارض وبيرفعوا ايديهم ناحيته، وبنشوف اخيرا شكل الاب وبيتكلم مع ضباط الشرطه وبيقول لهم ان الجحيم مش مكان فعلي قد ما هو حاجه عايشه في كل واحد فينا وبنعيشه كل يوم، ورجع قال لهم ان هو هيوصلهم لطريقهم للجحيم، وبيقرب من ويل اللي كان فايق حبه وبيقطع القميص بتاعه، وبنشوف خياطه جراحيه على جسمه فبيمد ايده ناحيتها وبيبدا يشد خيوط بالراحه بايده، والظباط كانوا مش متحملين منظر ويل وهو بينزف على الارض اللي توفى بعدها، ومفيش ثواني واحد بيفك جسم ويل وبياخده لمكان تاني، والاب بيقول لهم ان الموت مش النهايه، ده بيكون بدايه حاجه عمرها ما هتنتهي، وياريل بيرجع يقول للاب ان انت كسرت القانون وهتتعاقب، بس الاب بكل هدوء قال له القانون بتاعكم ما بيمشيش علينا هنا، وبيقرب له وهو بيقول حاجات مش مفهومه وبيطلع سكينه وبيقول له لازم تؤمن بعقيدتنا، وعينه كانت اول حاجه يطعنها بالسكينه اللي كانت معاه، وطبعا الباقيين اترعبوا وصرخوا من ايه اللي حصل، والطقوس هنا بتنتهي، وده ساب ياريل اعمى زي باقي الكائنات اللي كانت موجوده في المكان، وبعدها بنشوف واحده كانت هناك لابسه ماسك على وشها وهي بتقرب له خلاه يتجوزها غصب عنه، وهو بيقول كلام غريب في الوقت ده، وبعد ما خلص بيقع على الارض وعنكبوت بيخرج من بقه، وبنرجع للاب وهو بيقرب لواحد منهم وبيحط صباعه على راسه وبيرجع يشكر رمزي وقال له انه دلوقتي جاهز للي كنا مستنينه، وايريك كان مصدوم من كلامه، والاب بيقطع رقبه رمزي وايريك بيصرخ وكان بيغسل وشه بدمه، وفجاه بيشوف حاجه تانية، رمزي كان بينزف على الارض في المطعم فبيحاول يساعده باي طريقه، ورمزي قال له خد المفتاح ده وحرر نفسك بيه اللي طلعه من رقبته وهو بينزف، فالاب بيقرب من ايريك اللي طعنه بالمفتاح في دماغه وهو بيبص له وبيقدر يفك نفسه من السلاسل اخيرا، وبيهاجمه كذا مره الحجر اللي كانوا بيعملوا التضحيات عليه، وبيقوم وبيمشي بره المكان بعد ما خلص من كل ده، وبيضحك وهو خايف بره، وبيجري بعدها على الطريق وبيشوف عربيه شرطه وبيحاول يوقفها بس بيتصدم لما العربيه بتكمل وبتخبطه، تقع بعدها في النهر، والصدمه هنا ان دي كانت عربيتهم اللي خبطته ووقعت في النهر وكلهم كانوا فيها، ودمتري هو اللي خبط ايريك، وبنفهم هنا ان كلهم محبوسين في حلقه زمنيه وبيعيشوا نفس اليوم كل يوم وبيتعذبوا بنفس الطريقه كل يوم، وايريك هو اللي ممكن يكون كسر الحلقه دي وحرر الباقيين من الحلقه اللي كانوا عايشين فيها وبيتعذبوا كل دقيقه، واللي كان عايشينه ده هو نفس اللي بيعيشوه كل يوم، والذكريات والومضات اللي كانوا بيشوفوها كانت حقيقه وحصلت فعلا وكانت بترجع لهم تاني على شكل ومضات بس، وبيخلص فيلم على كده، ولو الفيلم عجبك اعمل اشتراك في القناه.